تخيل انك تولد وانت ملزوق بشخص تاني، وتمضي سنينك عم تتنفس ونفس النفس وتعيش نفس الحياة وتعيش حياة مو لإلك لحالك، دائما هو معك. اليوم رح أخذكم بقصة مو بس غريبة، بل كانت أول قصة بالتاريخ لعملية فصل توأمين ملتصقين. تخيل انه رح نحكي عن سنة 1689، يعني قبل ما يخترعوا التخدير الحقيقي، يعني وقتها يخدروك وتنام، ولا ادوات جراحية متطورة لك، ولا حتى معرفة دقيقة بالجسم البشري وتفاصيله. ورغم كل هاد دكتور واحد بس قرر يفوت هالمخاطرة ويعمل هالعملية يلي بتعتبر مستحيلة بهداك الوقت. كانوا ولدين مولودين بجسم واحد، مجتمع كامل عم يتفرج عليهم كأنه معجزة أو لعن. فاربط لي بحزام الأمان لنحلق ونفوت بتفاصيل قصتنا لليوم. وبسنة 1689 وبقرية صغيرة قريبة من مدينة بازل بسويسرا، ولدت وجابت طفلين، بس مو أي طفلين، كان اسمائهم يوهان ويوهانس. كانوا يوهان ويوهانس بابتيستا، كانوا توأم ملتصق من منطقة البطن. ولما القابلة أو الداية شافتهم بلشت تصرخ يا لهوتي وركضت برات البيت. كانت أول مرة تشوف هيك حالة بحياتها متخيل؟ وأبوهم كان مزارع فقير، ما كان يفهم لا بالطب ولا بشي تاني، كان يفهم بأرضه وزراعته ولا بأي شيء تاني. كان قدام هذا الأب خيارين كتير صعبين، يا بيتركهم ليموتوا لحالهم مثل ما كانوا يعملوا بهداك الزمان، يا أما يدور على حدا ينقذهم. بس بمجتمع مثل هداك توأم الملتصق كان يعتبر علامة شؤم، يعني شي من أعمال الشيطان. وتخيل لوين كاهن الكنيسة رفض يعمدهم وقال هدول مو بشر طبيعيين. كبروا الولدين وكل يوم كان أصعب من الثاني. فتخيل وقت يمرض واحد بيناتهم ينقل العدوى للثاني، لأنه ملزوقين ويمرضوا الاثنين سوا. وإذا واحد بده ينام الثاني بده يتحمل، وإذا واحد جاع الثاني مضطر إنه يأكل معه. متخيل؟ وما قدروا يروحوا على المدرسة طبعا، ما قدروا يرقدوا ولا يلعبوا ولا قدروا يعيشوا مثل أي أطفال بهداك الزمان. كانت الناس تتم تطلع فيهم وكأنهم جايين من كوكب آخر أو من شي قصة خرافية. بس هون ظهر شخص رح يغير حياتهم بالكامل، الدكتور يوهانس فاشيو، جراح شاب كان يؤمن انه الطب مو بس جراحة، هو رسالة للكل. فاشيو درس الطب ببازل وكان يؤمن من جوا انه لازم يساعد اي انسان محتاج مهما كانت حالته ميؤوس منها. ولما سمع عن التوأم سافر خصيصا ليكشف عليهم ويشوفهم، وبوقتها بس شافهم قال جملة ما حدا قدر ينساها: انا رح حاول حتى لو كانت هي أول مرة بتاريخ البشرية. فاشو بعد ما كشف على التوأم وفحصهم اكتشف شغلة صعبة. الولدين كانوا ملزوقين ببعض بمنطقة أسفل البطن، وكان في احتمال كتير كبير إنه الولدين كل واحد عنده أعضاءه الخاصة ليقدر يعيش ويكمل حياته، يعني كل واحد عنده أعضاءه المستقلة. بس بهديك الأيام لا كان في لا أشعة ولا تحاليل ولا حتى أدوات تعقيم، كانت فعليا العملية مجازفة بحياة كل واحد فيهم. بس الولدين كانوا عايشين بعذاب يومي وكان القرار لازم ينعمل. فاشو الدكتور جمع العيل وحكاهم بكل صراحة: إذا ما عملنا العملية رح يعيشوا طول حياة بسجن واحد، وإذا عملناها في احتمال كتير كبير إنه يموت. وبتاريخ 12 أغسطس 1869 اجتمعوا هالعالم بمبنى صغير خشبي جنب كنيسة قديمة، والولدين عيونهم مليانة دموع وخوف وأمل، وأهلهم واقفين وعم بيصلوا. فاشيو استخدم سكين جراحة بدائية وموس كتير سخن للتعقيم. ما كان في تخدير كامل، الولدين لساتهم فايقين، بس استخدموا أعشاب صغيرة لتخدير موضعي أو التخدير المنطقة يلي بده يشق فيها. العملية استمرت ساعات طويلة
وكل دقيقة كان فيها صوت صراخ ودموع، بس فاشيو كان ثابت ومركز، كان عم يقطع اللحم المشترك بين الطفلين بهدوء جراح وبقلب إنساني. والمفاجأة، لأول مرة بالتاريخ وقف التوأم كل واحد لحاله. الناس اللي كانوا موجودين ما صدقوا، بلشوا يبكوا. لك حتى الكاهن تتذكروه يلي ما رضي يعمدهم، نزل على رجليه وهو عم يبكي ويقول ويصلي انه نحن شفنا معجزة هلأ. وهي اللحظة يا سيدي دخلت التاريخ، مو بس كأول فصل ناجح، بل كأول مرة ينتصر الطب على الأشياء المستحيل. بعد ما تم الفصل ما كانت الحياة مثل الحلم أبدا. صحيح كل واحد بيناتهم صار عنده جسمه وحياته الخاصة، بس الحياة الخاصة والوحيدة ما كانت سهلة عليهم أبدا. جوهان كان أقوى شوي من يوهانس، بس عموما الاثنين كانوا كتير ضعاف، ما تعودوا لا يتحركوا لحالهم ولا يلبسوا، لا يناموا لك ولا حتى ياكلوا بدون مساعدة. كانوا طول عمرهم سوا مثل نبضة قلب وحدة، وهلأ فجأة كل واحد صار مسؤول عن حاله. تخيل هي المعجزة الطبية وهذا الجراح المعجزة، ورغم كل هذا الناس ما كانت كلها فرحانة. في قسم من الناس شافت يلي صار انه هي ضد إرادة الله، قالوا اذا خلقوا ملتصقين لازم يتموا ملتصقين حتى يموتوا. فاشيو الدكتور تعرض لهجوم كتير كبير، لك تخيل حتى اتهموه بالشعوذة والسحر والتمرد على الخالق. بهداك الوقت كانت الكنيسة هي الحاكمة، كانوا رح يعدموا الدكتور. بس الحقيقة في كتير ناس كمان دافعوا عنه وشافوه رمز للتقدم والحضارة والنجاح والرحمة. أما التوأم كانوا ضايعين، ما لهم عرفانين كيف يبلشوا حياتهم من جديد. لا بيت، لا شغل، لا مصاري، ولا شيء. صحيح العملية نجحت، بس الآثار النفسية تمت وكتير كبيرة وضخمة. يوهان صار انطوائي، بيخاف من الناس، وجوهان حاول يطلع يتعلم النجارة بس جسمه ما ساعده. من رغم من شهرتهم الكبيرة لا لقوا لا مساعدة اجتماعية ولا نفسية. كل المجتمع سريع بالنسيان وبطيء جدا بالمساعدة. بعد سنين طويلة مات واحد من التوأمين بعمر 33 سنة، والتاني ما عاش كتير بعده. وكأنه حتى بعد الانفصال قلوبهم تمت ملتصقة وتموا عايشين كشخص واحد. جوهان مات أول بهدوء تام وهو نايم بزاوية بيت فقير، وما مضى أسبوع إلا يوهانس ولحقه. الدكاترة قالوا إنه ما كان مريض يوهانس، بس مات من الحزن على أخوه، وكأنه روحه ما قدرت تتحمل الحياة بدون أخوه. تخيل عاشوا عمر كامل ملتصقين، ولما انفصلوا جسديا الروح تمت ملتصقة. اليوم بعد أكثر من 3 قرون وبفضل هدول الطفلين، طب وصل لمستوى وصار فصل التوائم السيامية سهل وناجح، مو بس بجسمهم حتى بدون ما تنكسر قلوبهم. وكل ما نشوف طفلين بينفصلوا وبيعيشوا حياة طبيعية لازم نتذكر أول 2 وأول جراح وأول خطوة بتاريخ الجراحة الإنسانية قبل ما تكون طبية. يلي صار مو بس قصة توأم، هي قصة تحدي عن إنه الحب ما بيتقسم حتى لو تقسم الجسد، عن إنه الإنسانية الحقيقية بتبدأ لما نوقف نلوم الخلق ونبدأ نمد إيدينا لنصلح الواقع. لأنه في لحظات الجراحة ما بتكون فقط مشرط، بتكون أمل. طيب يا سيداتي يا كرام، هيك انتهى الفيديو تبعنا وانتهت قصتنا لليوم. إذا حبيتوها لا تنسونا من دعمكم وحبكم. دائما نحن هنا لأجلكم ولأجل هذا المجتمع لنطوره. حاسس حالي عم ببني شي كتير عالي. فإذا حبيتوا هي القصة يا أصدقائي يا كرام لا تنسونا من دعمكم الطيب. دمتم سالمين وفي أمان الله، والسلام عليكم. ملتصقين بل كانت أول قصة تيستا بابيتيستا. يا ويلي شو صعب اسمه. بابيتيستا بابيتيستا. كانوا يوهان ويوهانس. بابيتيستا. يا عمي الله شو عم حل كلمات متقاطعة أنا.
بابتيستا، يوهان ويوهانس، بابتيستا، مستحيل تطلع. مستحيل. بابتيستا كانوا يوهان ويوهانس بابتيستا. عم بليت. توأم ملتصق. ملتصق، حولت الصاد لثين. ملتصق. تخيل. يا الله. ابتدائية شو صف أول وثاني نحن فجأة استخدم سكين جراحة بدائية تبدأ لما لا 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 لا